عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في احسن حال. هنعمل ايه بقى مع بعض النهارده؟ انتوا اكيد حفظتوا احنا وكيكه اصحاب. هنعمل النهارده مع بعض الكيكه، وهنعملها التانج اللي هو بتاع اليوسفي دوت. عجبني قوي بصراحه. الكيكه بخليها مصفره كده وشكلها حلوه جدا ولونها حلو وطعمها حلو. فتعالوا يلا نحضر مع بعض المكونات. نزلت تحت يعني وكده، مش نزلت، انا كنت لسه جايه من الشغل عامه يعني. فجبت معايا الحاجه، وانا دلوقتي حاليا ما عنديش الا بيضه. فهمشي اموري ويلا بينا ان شاء الله. معايا هنا السكر بقى، يلا نشوف بقى المكونات واعملها. والله انا بالعمليه السمره بتاعت الساعه دلوقتي 11، لسه جايه من الشغل وهشوف انا هعمل ايه. وطبعا انا اول حاجه انا بناكلها وهي الدقيق. معانا دوت نص كيلو دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا بدخلها الدقيق هو لازم الدقيق يتنخل كويس عشان خاطر بيخلي الكيكه هشه يعني وكويسه وكده. وبرضك عشان لو فيها تراب عفشه ولا اي حاجه يبقى شلناها يعني كده اهو. بصوا لقيت فيه ريشه صغيره. وتاني حاجه انا بحطها هي البيكنج باودر. معايا كيس طبعا اللي هو بيكنج باودر او كيس كيك شيف. والله يا جماعه انا اللي بلاقيه شغال يعني، ما بقفش على حاجه اهو كده. هنا بقى ايه، بسم الله، البدايه. وطبعا معايا كوبايه من السكر. وافضل الزيت اللي هو بتاع بره، ما افضلش زيت تومين خالص، بفضل الزيت بتاع بره اللي هو الزيت. ولو في زيت تومين حطه يعني، بس انا بصراحه ما بحبش الزيت التاني فيه. بصوا، والتركيه اللي هنا بحط معلقه خل. بتخلي هو اصلا محسن كيك، بيبقى حلو وبيبقى يعني طعمه جميل. طبعا احط الفانيليا، بس الفانيليا انا بحبها اخر ضربه. هروح بقى اضرب الكلام الجميل ده ونرجع مع بعض. وطبعا انا فرمت الخليط وهحط كيسين الفانيليا. وفانيليا دريم ديت جميله وانا برشحها. فانيليا دريم دي خطيره، بحبها، بتبقى النكهه بتاعتها اكتر من التانية. طبعا هنا انا ضربت الخليط بتاعنا وهحط بقى التانك اللي هو باليوسفي دوت. جميل بصراحه، والله كان مخلي الكيكه طعم خطير. هروح بقى اضربه في الخلاط ونرجع مع بعض. وطبعا ضربت هنا الخليط بتاعي وهنزل بيه على الكيكه. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، واحده واحده كده. هنصب بالراحه كده تدريجيا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. واهم حاجه تعجنوا على طول في اتجاه واحد عشان خاطر الكيكه بتاعتي ما يعني الدقيق بتاعي ما يكلكعش فيها ويعمل فقاعات كده، ما بتبقاش حلوه. وانا هو القوام بتاعي اهوت، لا تقيل ولا خفيف اهو. هغسل طبعا الصينيه بتاعتي واحطها بنقطه زيت. وطبعا اهوت، وطبعا هنا انا بسخن طبعا الفرن وهحط
شويه من الزيت عشان الكيكه بتاعتي ما تلزقش وتبقى كده بكل سهوله. تمسحوا الصينيه كويس كده من الاحراف. وشايفين الكيكه بتاعتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو. اهوت. هنا يا حبايب قلبي انا عملت الكيكه بتاعتي، هتبقى ان شاء الله احلى كيكه. بصوا بقى انا بعمل هنا كده اهو كده. اي هوا بيبقى فيها بتطلع طبعا، يعني هزه صغيره كده اهو. اي هوا بيبقى محبوس فيها من جوه بيطلع طبعا. انتوا شايفين طبعا الفقاعات عشان ما تبقاش هشه، ولا يعني هشه بزياده عن اللازم تيجوا تقطعوها تفرموا منكم. انا هنا بسخن الفرن بتاعي. طبعا اول لما باجي ابدا في الكيكه بعمله على نار هاديه كده ان هو يسخن، عشان لما اجي احط الكيكه وما تحطوش على نار سخنه زياده عن اللازم عشان الكيكه بتاعتنا ما تغمقش. هدخلها الفرن وهرجع لكم. يا حبايب قلبي طلعت اهيت تمام. والغرستين دول كان الشوكه بشوفها استوت ولا لا. طيب اللي مش شايفها نافشة للدرجة ليه؟ لأن الصينية ديت كبيرة شوية عليها. هي الصينية بتاعت اللي فاتت كانت صغيرة فكانت هشة للدرجة. فدي حلوة برضك تبرد بقى مع بعض وهي هنقطعها بس طرية جميلة. تبرد بقى شوية ونبقى نقطعها مع بعض. بقى طبعا طبق فشار حلو كده. هحط ملح طبعا عشان انا بحبه مملح، ودوت طعم الجبنة. نحط شوية اللي هو طعم الجبنة ده. يجي وهنقطع الكيكة طبعا. نشوف كده بسم الله الرحمن الرحيم اهي. هنطلعها بقى ونجيلكم اهي. بصوا جميلة تسلمي يا كمال. روعة بألف هنا. خدوا جميلة يا سو. وطبعا هنا ما طلعتش اللي هي هشة للدرجة عشان خاطر الصينية ديت أصغر منها، فبالتالي بتبقى مضمومة وبتنفش لفوق. دي تقريبا كانت عايزالها كيلو بس هي طالعة مش جابسة، اللي هو مش مكتومة، طالعة مفرولة هي. روعة خطيرة. وطبعا فشار بالجبنة. وكده نروح بقى نقعد سوا. هغرفها بقى في طبق. هديك منها للشغل، انا عاملها لك بالليل مخصوص عشان تاخدها للشغل. ماشي تسلم عليك. تخرستي ولا ايه؟ يلا بقى يا جماعة، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في احسن حال. هنعمل ايه بقى مع بعض النهارده؟ انتوا اكيد حفظتوا احنا والكيكه اصحاب. هنعمل النهارده مع بعض الكيكه وهنعملها التانج اللي هو بتاع اليوسفي دوت. عجبني قوي بصراحه. الكيكه بخليها مصفره كده وشكلها حلوه جدا ولونها حلو وطعمها حلو. تعالوا يلا نحضر مع بعض المكونات.